زمان في أوروبا الناس كانت بتلبس فساتين ستان وقاعدة على شمعدانات بتسمع موتزارت. الراجل اللي لو غنى النشيد الوطني الناس تقوم تسقف له 3 مرات قبل ما يكمل. وفي نفس الوقت في مصر كان في عباقرة زي سيد درويش وأم كلثوم وعبد الوهاب. الناس دي كانت بتقعد تلحن في الأغنية 6 شهور كاملة وتقولك لسه محتاجة روح. بس الزمن اتغير، التكنولوجيا دخلت الاستديوهات، بقت في كل موبايل، والسوشيال ميديا قلبت الطاولة. جيل طلع جديد بيسمع بسرعة قوي وبيزهق أسرع، فالمزيكا اتغيرت وبقينا نسمع أنا جدع وسط ناس بياعين. زمان كانت الأغنية بتبدأ بشوقي لعيونك يا حبيبي، دلوقتي بتبدأ بيلا نولعها. بس برضو ده تعبير وده فن بطريقة تانية. الفرق ان النهارده المزيكا بقت مع الناس مش في المسارح بس، في عربياتهم، في الجيم، في التيك توك، في اي حته. بس السؤال الحقيقي بقى، هل اللي احنا بنسمعه دلوقتي امتداد حقيقي للتاريخ، ولا احنا كنا في اوبرات وصحينا على طبلة لقينا فيها يا ليلي يا ليلي؟ الحقيقه ان المزيكا عمرها ما وقفت، هي بتتغير زينا. الناس بتتغير والودان كمان بتتغير، والمزيكا بتمشي على مزاجنا مش العكس. فلو بتحب بيتهوفن او حسن شاكوش ما تقلقش ابدا، انت في الاخر بتدور على اللي يحرك قلبك، مش شهادة ميلاد النغمة ابدا. وبس كده، السلام عليكم.